ما تيجي اقول لك ازاي تشتغل وتدرس في نفس الوقت. نلبس الحته على الحبل بتاعتنا، لان تنظيم الوقت في الكليه مهم جدا جدا. ناخد العربيه اللذيذه ونتحركوا على الكليه بتبقى حوالي 10 دقايق. طبعا احنا بننزلوا بداية نص ساعه، لان عندنا اهم حاجه النظام في تنظيم الوقت. النظام الكليه هنا مفيد جدا جدا للناس اللي عايزه تدرس وتشتغل في نفس الوقت. بيبقى نظام لذيذ، هقول لكم ازاي. عندنا النهارده 3 حصص، احنا لسه داخلين على اول حصه دلوقتي. الحصه بتبقى ساعه وربع بالظبط. هنخلص ونخش الحصه اللي بعديها على طول. خلصنا اول حصه نخش على الثانيه، بس قبل ما نخش لازم نصلي الظهر. الدراسه في امريكا مختلفه جدا عن الدراسه في مصر. ازاي؟ الدراسه في امريكا انت تقدر ان انت تختار المواد اللي انت عايزها بالوقت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. ازاي برضو نوضح اكتر؟ انت ليك كطالب انترناشونال ستودنتس ليك 12 ساعه في السمستر، ممكن تاخد اكتر بس ما ينفعش تاخد اقل حاجه 12 ساعه، وده الفول تايم ستودنت. بالنسبه لي انا باخد 15 ساعه في السمستر. يعني ايه 15 ساعه؟ يعني 15 ساعه في الاسبوع، لازم احضر 15 ساعه في الاسبوع. بس عندك 3 طرق ان انت تحضر بيهم الحصص بتاعتك. رقم 1 ان بيرسون عادي، بتحضر في الحصه في الكليه. رقم 2 بتحضر عن طريق الزوم، يبقى في زوم شغال بينك وبين الفصل كله. او رقم 3 في حاجه اسمها فولي اونلاين، انت حرفيا ما بتحضرش، ما بتعملش اي حاجه غير ان انت بتاخد الماده بتاعتك، بتاخدها بتذاكرها، وبعد كده بتعمل الاساينمنتس بتاعتك، بتعمل لو في اي بروجكت انت بتعملها، وخلص الموضوع على كده. انت حرفيا ما بتعملش اي حاجه تاني، مش لازم تحضر الحصص خالص. فبالتالي برضو ده بيساعدك ان انت يكون في وقت عندك تعمل الكلام ده في خلال الاسبوع كله. مش لازم تعمله النهارده او مش لازم تعمله بكره، انت عندك الاسبوع كله انت تخلص الاساينمنت بتاعتك. بالتالي انا بحضر يومين بس في الاسبوع، اللي هو الثلاث والخميس من الصبح بالليل. فانا ما بشتغلش خالص يوم الثلاث والخميس، بس انا معايا طول الاسبوع جمعه سبت حد اقدر انا اشتغل فيهم براحتي. معايا الاربع اجازه اقدر انا اشتغل فيه. فبالتالي تنظيم الوقت بالنسبه ان انت بتدرس وبتخلص الاساينس بتاعتك وبتصور وبتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، عادي جدا ان انت ممكن تعملها وانت عايش هنا وبتدرس، وبجد ان شاء الله هتجيب درجات كويسه، مفيش اي مشكله.